السلام عليكم اخوت، مرحبا بكم في قناتكم الصراحه راحه. اليوم اخوت بغيت نهضر لكم على واحد الموضوع ديال واحد الاخ. هذا الاخ هذا سميتو مصطفى بونيف، هو معنا اليوم. غادي ندوز لكم الفيديو ديالو. شوفوا هذا الاخ هذا كيفاش داوي، كيفاش يهضر على المغرب، كيفاش يهضر سمينا المراركه مروك. الملك ديالنا لا احترام له، الاقجع لا احترام له. المغرب اون جينيرال بالنسبه لي شي حاجه زايده في الكون. المهم ما غاديش نهضر معاه دابا، ما نجاوبوش، نخليكم تتبعوا هذا الفيديو هذا وتشوفوا معنا هذا الاخ هذا اش يقول. والله يسر اخونا، والله حتى الله يسر. هذا بونيف هذا رويبدات زمانه، والله يسر. احنا معاك، احنا معاك الشريف. في الشان الخبر موجود في الكثير من المواقع. ايه هم بعد نعم الجزائر تمتنع ومن بعد الجزائر غلطة. اخطأت لما رفضت تفتح المجال الجوي للاعبين تاع كرة قدم. يا اخي تفهمنا وقلنا ان المجال الجوي يدخل في سيادة الدول وفي اطار سيادة الدولة، ما راهوش ملك للفيفا. الفضاء الجزائري، الاقليم الجوي تاع البلاد راه ماهوش ملك الفيفا، وماهوش ملك المروك، وماهوش ملك هيئة الأمم المتحدة، هو ملك للدولة الجزائرية. السيادة نتاع الوطن تتمدد على إقليم، يعني في أبجديات العلوم السياسية، وفي أبجديات القانون الدولي، وفي أبجديات القانون الدستوري. الدولة هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن إقليم وشعب وسلطة. هذوما أركان الدولة، هذه يسموهم أركان الدولة. من ضمن أركان الدولة الإقليم. الإقليم عندنا 3 أنواع: إقليم بري اللي يتمثل في اليابسة، والإقليم البحري اللي عنده قوانين تنظمه إلى أين تصل سيادة الدولة. سيادة الدولة يقيسوها بالميل بالأميال البحرية، تصل إلى حد معين، هذا يسموه الإقليم البحري. بعد ذلك دون ذلك يعتبر أعالي البحار، معروفة هذه في القانون الدولي. وعندنا الإقليم الجوي اللي هو من المفروض المجال أو المجال تاع الغلاف الجوي. وكاين الآن في القانون الدولي كاين الآن بحوث تناقش مسألة زرع الأقمار الصناعية ومسألة امتداد سيادة الدولة إلى الفضاء الخارجي، خاصة الآن في ظل هذه التكنولوجيا تاع الأقمار الصناعية والثورة هذه تاع الاتصالات. مسألة الأقمار تاع التجسس هذه أيضا من ضمن الأمور اللي راها مطروحة للبحث في مجال القانون الدولي. هذا المجال الإقليم تاع البلاد تتحكم فيه الدولة، ما تتحكمش فيه الفيفا. الفيفا ما تقدرش تطالب الدولة الجزائرية أنها تفتح المجال الجوي. الجزائر أغلقت مجالها الجوي في وجه الطيران المروكي الرياضة ما دويتيش عليها، حنا داوينا على مباشرة بعدما أعلن المروك، بعدما أعلن بوسبير أنها دارت علاقات مع الكيان الصهيوني وتطبيع مع الكيان الصهيوني. الجزائر غلقت المجال الجوي. مسألة تتعلق بالأمن القومي تاع البلاد ومسألة تخصنا، مش في خاطر الأقجع، في خاطر هذا الأقجع احنا نروحوا نفتحوا المجال تاع اللاعبين أرواح ودخلوا. الدولة هي اللي تقرر. 10-0. احنا الدولة تاعنا رانا نناقشوا فيها، رانا نقولها ابني سور الصين العظيم ما بينه وبين بوسبير انت تجي نفتح لك المجال الجوي. ماهوش مسألة هذه يناقشوها عامة الناس ولا يناقشوها الرويبضة، ولا هذه مسألة تتعلق بسيادة البلد. احنا بلد سيد. لما كان الملك تاع بوسبير حاب يجي وأبدى حسن نيته ولا مانيش عارف في المشاركة في القمة العربية، وقال له جاي ومعه وفد من فيه 10 طائرات. وش كان رد الدولة الجزائرية؟ قالوا له أهلا وسهلا بك، فتحوا المجال الجوي للملك يدخل، لأنها مسألة سيادية، مسألة سياسية. ويجي يقعد يجمع مع خاوته مع زملائه الحكام العرب كي كانوا هنايا في السيسي هنا في العاصمة، يجي مع خاوته
ويتعشى معاهم في الشيراتون، واقفين عليا فتحنا المجال الجوي، قلنا له وسهلا مرحبا، لكن ما جاش، خايف نمشي للحبس، ما جاش كما مساكن هذوك العساكريه. بصح باش لقجع يعطي اوامر للدوله الجزائريه تفتح له الحدود باش يجوا الجوار يلعبوا مريض نتاع، لا يجوا عن طريق تونس، يروحوا الطائرات تروح تحوط، تروح تمشي هكذاك في الصحراء كامل وتدخل تونس ولا ليبيا وتجي اذا حبوا يدخلوا، ولا يروحوا الله يسهل عليهم من اي داهيه، من اي يجوا عن طريق بحري الله يسهل، هذه مساله تخصهم. لكن انك تفرض على الجزائر انها تفتح الحدود ولا تفتح المجال الجوي سواء عن طريق الفيفا او عن طريق اي طريق اخر، هذا طريق خطأ. هذا تعليقي فيما يخص المشاركه في الشان. كما تصنتوا الخوت السي مصطفى بونيف، هذا الرويبيدات وزواماني هذا ما خلافاش دواء، راه دواء المجال الجوي، المجال البحري، المجال الارضي، الحدود البريه، دواء على الاقمار الصناعيه، دواء على العدو الصهيوني، دواء على بوسبير المغربي المروكي، ما دواء على كل شيء الا الكره ما دارش عليها، ما قالش بان راه المنتخب المغربي راه هو بطل النسخه الفايته واللي قبل منا، يعني يحصل لك الشرف تلعب مع البطل منين يجي، ومن يكونش البطل شكون غيكونوا القروده، هذه ما يدويش عليها. دواء على الاقجع تيقول لي الاقجع ما لا اقجع، الاقجع هذا سيدك ورباك، واصلا ما وجهش الرساله للجزائر، هو موجه الرساله للكاف، الكاف هو اللي منظم، كاف منظم عطاكم الشرف. ايوا الشرف راه خصك تكبر بالناس، تسهل الناس الوصول وتجيبهم عندك وتهلا فيهم، ماشي تحبس عليهم منين تجيبهم تعايرهم وتعاير الصحفيين ديالهم وتعاير الشعب ديالهم وتعاير، عندك بزاف النقاط الشريف انت لا علاقه. دويتي على الامن القومي، واش حنا دابا محاربين؟ هادو راه رياضيين غيطلعوا في طياره وغاديين يمشيو يلعبوا، غيساليو يا اما يديوها يا اما يخليوها ويتموا الجايين. جاب الامن القومي للهضره، جاب الامن القومي، منين انت خايف على الامن القومي ديالك ما تنظمش كاس افريقيا، سد على راسك. انت باغي تسد على اخواننا الجزائريين الاحرار اللي هما 90% من الطبقه الصامته، انت باغي تسد عليهم وصافي. سديتي مع تونس مع ليبيا مع المغرب مع وسديتي على كل شيء، راك تتسد على هذوك اللي عندك باش تعدى عليهم، بحال دوك العساكر مساكن، دوك اللي فرحوا للرباح ديال المغرب وبغاو المغرب مساكن يمشيو للفينال وعبروا على التضامن ديالهم مع المنتخب المغربي، راهم دابا جراو عليهم دخلوهم الحبس. اش بغيتو عندهم محشوماش عليكم، هادو منكم ودخلتوهم. الامن القومي هي تأهل في ابناء البلد ديالك اللي هما جزائريين، اللي هما خص يكون عندهم الحاله اللي ديال دابا ديال قطر، مادال عندكم اموال والغاز مبيوع والبترول مبيوع، يكونوا ديروا تنظيم يليق بهاد الدوله هادي المنتجه للبترول والغاز، هادي ما تقدوش عليها. تيدوي لك على عاوتاني الاقجع عطاه الاوامر، واش الاقجع قلنا لك ما دواش معاك، راه دوا مع الكاف. الاقجع ما فايقش ليكم نتوما من الناس، الاقجع عنده الموندياليتو، عندنا كاس افريقيا 2025، عندنا الفرح الكبير ديالنا اللي واصلين عليه للدومي فينال اللي عمرك ابونيف ما تحلم توصل ليه. ابونيف راه خاصك بزاف واحد القرن باش توصل لنصف النهائي ديال كاس العالم. زيد تيهضر لك على حضور الملك وملك بوسبير وتيقول هذيك بوسبير وهذيك المراركه وهذا، زعما المستوى ديالك ضايع، والله الا ضايع، والمستوى ديالك هابط بزاف. سير اصاحبي اروى شويه، اروى سير قرا، سير قلب في التاريخ وعرف شكون هو المغرب، الامبراطوريه الموحديه ولا اسمع الوطاسيين، شوف المرابطين، شوف السعديين، شوف المعارك الكبيره، شوف معركه الملوك الثلاث، معركة الواد المخازن، قرا وعرف شكون هو المغرب. المغرب راه قال لك الشاعر: إذا رأيت أنياب الليث بارزة فلا تحسبن بأن الليث يبتسم.
راه السبع ملي تيكون حال فمو راه ما تيكونش يضحك. السبع راه غيقصيك، غيعضك، غيحيد لك وجهك ابونيف، غيحيد لك نيفك. هادي كاع ما فقتي لها هادي. ايوا خليك هكاك. وعاد باش الاخير غنختم معاك اخونا بونيف، واخا ما تشرفنيش تكون خويا بصراحه، لانك تدعو الى الفتنه وانت عقليه ديال المستعمر فرق تسد، تتفرق بين المغاربه والجزائريين، وبغيتي تهضر على الحدود وصور الصين. هادوك راه بوذيين، هادوك راه كفاره، هادوك راه ما تعرفوش شنو هو الاسلام. واش تبغي تفرق عائلات من طنفتين، هذا خال وهذا عم، وهذا ابن عم وهذه بنت خاله، هادو اخوان بغيتي تفرقهم وتجي تكذب على الناس تقول لهم نحن والامن القومي والسياده والفيفا. عاود انا تختمها لك غنقول لك انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم. الشريف ونقول لكم واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. هذاك اللي تتسميه انت مالك ما عرفتش شكون هو، تتقول لي بوسبير مالك بوسبير، هذاك راه ولي امر، راه ديننا ينصحنا، فهمتي، يقول لنا اطيعوا، يامرنا اطيعوا ولي الامر، لان لما تطيعش لولي الامر تولي عندك فتنه وفساد في الارض، يولي الفتنه والفتنه اشد من القتل. انت هادشي ما تعرفوش الشريف، ما تعرفوش. المهم بهاد الكلمات الخوت وبهاد الفيديو ديال هاد الاخ ان شاء الله ما نبقاوش نجبدو، لانه سيرته غير عطيره وحالته ما شوهاش لابس. شوف حالته كي دايره، نيفو زايد شويه الله يستر، وهذا ما كان. وعاش الملك وعاش الملك وعاشت المملكه المغربيه الشريفه، ولا عزاء للحاقدين. حنا غاديين في خط بحال هكا، بغيتو ولا كرهتو، حنا مغاربه غاديين، حنا والله الا غاديين والناس تحترمنا، الدول كاملين تقدرونا في جميع المجالات، غاديين دقه دقه جميع المجالات. ها الطيران ما تقدوش علينا في الطيران الشريف، ها السيارات ما تقدوش علينا في السيارات الشريف، ها البنوك ما تقدوش علينا في البنوك، ها الموانئ ما تقدوش علينا، ها الطائرات، ها المطارات، ها الدعم المادي، ها الدعم ما عرفت شنو. عندنا البنوك، كاع الناس في افريقيا تبغي تسلف تاخذ من عند المغرب، ما تجي تستثمر تاخذ من عند المغرب. انت هما باش نفعتوا افريقيا من كثره النيف. وهذا ما كان الخوت، وهذه هي الصراحه، والصراحه راحه. ومن الاخر هاد خونا هذا راه ما يسوى ما يصلح. سير الله ياخذ فيك الحق الشريف، داير الله ياخذ فيك الحق، مازال نتلاقاو عند ربي. يلا السلام عليكم، وتحيه خوتنا المغاربه، وتحيه لاخواننا الجزائريين الاحرار اللي هما بحالي بحالهم. انا مغربي ولكن مع الجزائريين خوتي، انا ما عندي تا شي عداء للجزائريين، هما اخواتنا، هما مسلمين وحنايا معاهم للاخر. وهاد التهمه، هاد التهم اللي تيسلطوهم علينا، وهاد الجماعه البائده اللي ان شاء الله غتمشي، وغيبقى ديما الشعب الجزائري والشعب المغربي خوت الى ان يرث الله الارض ومن عليها. والسلام عليكم ورحمه الله.